سلام البنات، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ان شاء الله قاع تكونوا لاباس عليكم وبخير عليكم ان شاء الله. اليوم جبت لكم سوفلي ما شاء الله روعة. سوفلي خفيف ريشة مقطن كما راكم تشوفوا. هاني نضغط عليها وتولي الله يبارك. وهنا حليت معاكم الحبة ما شاء الله مقطن خفيف ريشة محمر من كل الجوانب. راكم تشوفوا الصورة راها وحدها تهدر. ونروح بسم الله على بركة الله. نروحوا للمقادير. هنا في ان بول جبت هنا كاس حليب دافي، وهنا مغرف كبيرة تاع خمرة الخبز ومغرف تاع سكر كبيرة، ونحركهم مليح. ونجيب هنايا صفاي، ونجيب كاس تاع كاس تاع فرينة عفوا، ونغربله ونبدا نحرك مليح حتى يتجانسو مليح، ونغطيها ونخليها على جهة. ونجيب هنايا ربع كاس زيت بلون ديف، ان بلون ديف، مغرف صغيرة تاع ملح، مغرف صغيرة نتاع خمرة الكاطو. ونزيد هنا نجيب هنا الفرينة تاعي نغربلها، نجيب كاس نغربله مليح ونبدا نحرك ونشوف كي تخصني الفرينة نزيد كيما هكا. راهي خاصني الفرينة، نبدا نزيد الفرينة. جبت الكاس الثلج ونزيد بشويه ونشوف. غربلت هاد شوي ونبدا نحرك بيدي ولمت في العجينه تاعي. عاد خاصني فرينه نزيد، هذيك هي جاتني قيس 2 كيسان ونص فرينه. وهنا غطيتها بصاشي ودرت ليها السربيته، ومن بعد ما خمرت لي كما راكم تشوفوا هاني نقلع عليها الساشي. وندير هنا حربوش، ندير فرينه وندير حربوش طويل، ونبدا نقطعها ديبول صغار كما راكم تشوفوا. ونجيب الحلال تاعي، نجيب المول اللي نخدم به السوفلي، نبدا نحل هاد العجينه كما راكم تشوفوها. ونجيب المول تاعي نحطها في المول. هذا المول صراحه عجبني وجاتني فيه الخدمه خفيفه بزاف، خير ما ندير عجينه نسرحها كاع ونبدا نطبع. نجيب هنا لافاص تاعي، درت لاصوص عاديه بصل وطماطيش ودبلتهم مليح، ودرت فتاتة نتاع كفته وقوطي تاع طوماط، كلشي ميلونجيته. وجبت هنايا مغرف صغيره نتاع فرماج، ونبدا نضغط هاد المول تاعي ونقلع الزوائد كما راكم تشوفوا ونحلها. وكما تشوف هذه هي الحبه. ونزيد الحبه الزوجه قدامكم، هاني حليتها بالحلال، نحطها في المول. ونجيب الحشو تاعي، هاد العجينه الله يبارك روعه. انا هذه راني معتمده عليها في السوفلي وما نبدلهاش ان شاء الله. وان شاء الله نتوما تاني تجربوا هاد السوفلي وردوا عليه في التعليق وقولوا لي النتيجه اللي تحصلتوا عليها. ونقلع هاد الزوائد ونحل. ها الله يبارك دراسيه مليح. ونجيب البلا تاعي ندهنها بشوي زيت، ونجيب صفار بيضاء نخلطها مع شوي خل، ونبدا ندهن في السوفلي تاعي. ونديكوريهم بشويه سانوج وحبة زيتون خضر. هذا مكان، ونشعل عليهم الفوق ومن التحت ويطيبوا كما راكم تشوفوا. هذه هي النتيجه الله يبارك، محمرين ما شاء الله، راهم يحمروا الوجه الله يبارك، منفخين معمرين ما شاء الله. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها من السوفلي الله يبارك. خفاف هشاش، عجينه سحريه ما شاء الله.
ما تنساوش حباباتي تدعموني بالاشتراك والجيم، ونشره لي هاد الزوار فينا جديده ونقولها مرحبا بك والف مرحبا، وان شاء الله ديروا لي البارطاج لهاد لا فيديو ولا لي فيديو اللي قبل. هذه هي النتيجه، راني حليت لكم حبه ما شاء الله مقطنه، الله يبارك، الحشو معمر، الفرماج راه يبان، الله يبارك. وصحة فطوركم حباباتي في فيديو اخر ان شاء الله.